السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد ما خلصنا الحروف بحركة الفتح هنخش على الحروف بحركة الكسر. بس قبل ما تخش على الكسر لازم تعمل مراجعة سريعة على الفتح عشان تتأكد ان احنا في الفتح تمام جدا، ونخش على الكسر واحنا مطمئنين. اول حاجة اختبار ان ابنك هيقرأ الحرف اللي انت تكتبه. ده ايه؟ ما اقولش الف. ده ايه؟ ب. مرة هدي عادي ومرة هدي في موضع يعني اول وسط اخر. س. س. ح. خ. لو ابنك بيقرأ بالطريقة دي اطمني. تعالى نخش على حتة الإملاء ونطمن أكتر. الإملاء ابنك لو بيتملى كده اطمني برضه. يلا اكتب كلمة حسد. ح س د. هو اللي بينطق مش انتي. فرغ. ف را غ. لو ابنك بيكتب بالطريقة دي وسريع طمني. نخش على حتة القراءة. ابنك هيقرأ ثنائي وثلاثي. لو بيقرأ بسرعة وما شاء الله زي الفل والفتح مش واقف قدامه يبقى انت كده تخش على حركات بحركة الكسر وانت مطمنة. بس برضه ده اختبار سريع، بيبقى كل حصة لازم او كل يوم لازم نقرأ حوالي 5 كلمات من كل حاجة من الحاجات دي. هنا بقى اخش على الفتح وانا في بطني بطيخة صيفي، يعني مطمنة من الاخر. حركة الكسر لازم يكون ليها حدوتة واغنية. تعالوا بقى نقول لكم على الحدوتة والأغنية بتاع حركة الكسر قبل ما نخش على حركة الكسر نفسها. كانت مرة الأحرف العربية كلها من أول الألف للياء ماشية في الحديقة. كانت رايحة رحلة وهم ماشيين في الحديقة ومبسوطين، لقوا أسد كبير قوي مفترس وعايز ياكلهم، فكلهم زعلوا قوي وفضلوا يعيطوا جامد قوي قوي وزعلانين جامد ومش عارفين يعملوا ايه. وفجأة حركة الفتح والكسر والضم قالوا احنا هنروح نتمشى شوية في الحديقة. وهم بيتمشوا في الحديقة لقوا حروف الهجاء كلها زعلانة وواقفة بتعيط. فراحت الأحرف الحركات بحركة الفتح والضم والكسر قالت لها مالك يا حروف بتعيطي ليه؟ الحروف قالت لها علشان في أسد مفترس عايز ياكلني. راحت حركة الكسر قالت لها لأ، ده أنا حركة قوية، أنا اللي هحميكم، أنا اللي هحافظ عليكم، يلا تعالوا أنا هحميكم من الأسد المفترس. وكل الأحرف الهجاء فرحت قوي إن الأسد هيحميها، إن الكسرة هتحميها من الأسد المفترس. وفجأة راح الأسد المفترس مجرد ما شاف الكسرة خاف قوي وراح جاري على بيته تاني ومشي وساب الأحرف العربية مع حركة الكسر القوية. حركة الكسر والأحرف كلها فرحت قوي عشان حركة الكسر القوية أنقذتهم من الأسد المفترس. بدأت حركة الكسر قالت لهم بصوا يا صحابي، احنا النهاردة هنلعب مع بعضينا، بس خلي بالكم انتوا بقى صوتكم مختلف، حتى التشكيل بتاعكم هيبقى مختلف. كل الأحرف فرحت قوي وقالت لها ماشي يا كسرة يلا نلعب مع بعضينا. راحت الكسرة قالت لهم بصوا أنا دايما بقف تحت الحرف، دايما بقف تحت الحرف. الفتحة أختي فوق، أنا ببقى تحت. بصوا بقى هتنطقوني إيه؟ يلا نغني مع بعضينا عشان تعرفوا إحنا بنتنطق إيه. أنا الكسرة القوية تحت الحرف مقرية، بتنطقني بقوة، قبلية الفتحة الشائية وأنا بعديها على طول ألف همزة كسرة إي. شطر يا ألف إي والباء بالكسرة بي تاء كسرة تي ثاء كسرة ثي والجيم بالكسرة جي والحاء بالكسرة حي والخاء بالكسرة خي والدال بالكسرة دي والذل بالكسرة ذي والراء بالكسرة ري والراء بالكسرة ري والزاي بالكسرة زي والسين بالكسرة سي والشين كمان شي والصاد اختها صي والضاد بالكسرة دي
ومعاها الطاء طي، والظاء كمان ضي، والعين بالعي، والغن بالغي، والفاء بالفي، والقاف بالكسرة كي، والكاف بالكسرة كي، ومعاها اللام لي، أختاها الميم مي، والنون اسمها ني، الهاء هي، أحسنتم، والواو وي، والياء بالكسرة يي، والهمزة إي. كده يا أصحابنا احنا خلصنا الحركات بالكسر. كمان عرفتوا صوتي دايما بتكسر بقك لتحت، ري، بي، قي، ني. أنا كده بقى مطمنة، شرحت الفتح وخدت مراجعة ودخلت في الكسر وقلت الحدوتة عشان أربط بيها، وقلت كمان الأغنية، ونطقت لابني الحروف بحركة الكسر بطريقة سهلة جدا. كده اطمئنيت إن ابني فهم يعني إيه كسر. هدخل على مرحلة تانية وهي أهم بكتير جدا من المرحلة الأولى اللي احنا خدناها. الحصة بتمشي إزاي؟ باخد من أول حرف الألف للشين في الحصة الأولى، ومن الصاد للي همزة للياء في الحصة التانية، يعني بمشيها حصتين في الشرح. أنا كده لو مشيت بنفس الطريقة دي ابني ما شاء الله هيبقى كويس. الحصة الأولى من ألف للشين، والحصة التانية من الصاد للياء. الكسر يا جماعة بياخد بالظبط 2.5 شهور، ولو العيل متفوق بياخد 2 شهور. ببدأ بعد ما اتمكنت من قراءة الأحرف أقرأ ثنائي ثنائي ثلاثي ثلاثي. خلي بالكم ابنك حتى لو متمكن لازم تمشي ثنائي ثنائي ثلاثي ثلاثي. يعني ايه يا مس إيمان؟ دي كلمة ساري، فتحات بقى مع كسرات، يعني فتحة مع كسر. بو ما ينفعش طبعا البو، لأن أنا دي كانت للناس بتاع الضمة. بي، برافو عليك. تاني ساري، بي، بعيد وأكرر وأزيد مفيش مشكلة، كتر التكرار بيظبط. عين فتحة باء كسرة بي، بي. دي ري، وهكذا ثنائي ثنائي لحد ما ابني يتمكن في الثنائي، وأكربه في القراءة عشان يبقى سريع. معنيش بعد كده من بطء ابني في القراءة، الناس اللي بتقول ابني بطيء. الثلاثي بقى ري دا، بسرعة يا حبيبي، سري دا، ري، بسرعة، عبرة، وهكذا بفضل ادي ثنائي. في حركة تحفة جدا 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 انك انت تدي مواضع الحروف في الاول وفي الوسط وفي الاخر كل الاحرف بحركة الكسر، اول وسط اخر. بس الحصة الاولى زي ما اتفقنا من اول الالف لحد الشين، بس في الاول وفي الوسط وفي الاخر. يا ريت لو ابني اللي يكتبها بنفسه وكمان ينطقها بنفسه ويتملى كمان عليها ثنائي وثلاثي. طيب كده حلو قوي. بصي يا مس إيمان، احنا هنا خدنا ثنائي وخدنا ثلاثي في القراءة وتمكنا من قراءة الأحرف بحركة الكسر. المفروض أخش بعد كده على إيه؟ على الإملاء. بعد ما قرأت كويس أتملى كويس، وعشان ما تعنيش أنت كأم من الإملاء بعد كده يبقى لازم أملي كويس جدا، وأكون دقيقة في الإملاء، وأوضح الحروف لابني، وأملي كلمات بالأحرف اللثوية وبالقطع وبحروف الرافصة، وأفرق له بين الحروف المتشابهة بين التاء والطاء، وبين الذاي والزال، وبين السين والشين، وبين السين والصاد والساء. الحاجات دي كلها بتفرق جدا. يبقى أنا لو مشيت بنفس الطريقة اللي مس إيمان قالتها ونفس الشرح، والله لا هتلاقي ابنك اللهم بارك تحفة جدا، مع قراءة كتير جدا زي ما انتوا شايفين كده. وخلي بالكم انا كاتبه كلمه قراءه سريعه من 3 سنوات ونص، يعني انت سيادتك من 3 سنوات ونص تمشي بنفس الطريقه دي مع اولادك. ليه بقى؟ طريقه الثنائي في الثلاثي بتخلي الطفل اسرع، لان الطفل طبيعته بيحب يمشي سنه سنه. فانت لو قرأتي كل ده مثلا يوميا، خدت من كل ده 5 كلمات، من كل صف 5 كلمات، هتلاقي ابنك اللهم بارك حلو جدا في المستوى. طيب يا مس إيمان، نيجي بقى هنملي ثنائي في ثلاثي، هنملي الكلمات دي ثنائي في ثلاثي. طيب حلو،
وبعدين كده عايزة أقولك إن إحنا الحمد لله وقفنا على أول عتبة من عتبة التأسيس السليم في الكسر. وبرضو الفتح نفس الحوار، نفس اللي عملته في الفتح هعمله في الكسر وهعمله برضو في الضم. حروف، قراءة، حدوتة، أغنية، ثنائي، ثلاثي، إملاء. يعني أظن كده تفصيل الممل. ولو عايزين أي حاجة في حركة الكسر أو الفتح أنا معاكم فيها من الصفر. وكمان في فيديوهات كتيرة جدا لو عايزينها عن الكسر وعن قراءة الكسر والفتح والضم وأولى ابتدائي وكيجي 1 وكيجي 2. أي فيديو انتوا عايزينه أنا منزلة المناهج كلها على الفيسبوك، لو عايزينها بلغوني في تعليق كده بسيط وأنا هبعت لكم المناهج إن شاء الله على طول. أتمنى تكونوا استفدتوا ويكون المحتوى عجبكم. لو عجبكم المحتوى بتاعي ما تنسوش بقى لايك واشتراك جميل في القناة وفعلوا زر الجرس عشان كل أولادنا وأصحابنا يستفيدوا من الدروس اللي احنا بننزلها بتاع مس إيمان. أشوفكم على خير، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. أسأل الله عز وجل أن يجعلكم دائما في خير وبخير. استنونا في فيديو ثاني إن شاء الله مع الحركات بالضم